النهارده هنعمل حبيبة الشعب المصري كله، صينية البطاطس أو صينية البطاطس بالفراخ. هي صينية العزومات أو صينية وقت الأزمات. في النهاية احنا هنعملها تقريبا كله عارفها، لكن اللي ما يعرفش هيعرف النهارده. يلا بينا نبدأ. دي المكونات معانا فراخ وتوم وبصل وطماطم وفلفل وبطاطس، وكمان بسلة وفاصوليا خضراء وجزر. أول حاجة هنجيب الصينية بتاعتنا، هننزل فيها بالبصل والطماطم والفلفل والثوم، ومهم جدا هننزل عليهم بشوية فلفل محترمين وملح وكمون. والخطوة دي مهمة جدا، لازم ندعكهم كويس قوي علشان الثوم والبصل والفلفل والطماطم يفرزوا النكهات بتاعتهم ويكون الطعم أقوى وأقوى. طبعا صينية البطاطس هي عدلها البطاطس وصلصة الطماطم والفراخ إذا حبيته، لكن أنا بحب أحط فيها بسلة وجزر وفاصوليا خضراء، ويا سلام لو في كمان شوية سويت كورن أو شوية ذرة. المهم هنحط ده كله، وبعد كده مرصهم هنحط عليهم البطاطس. طبعا البطاطس هتقطعوها بالشكل اللي انتوا حابينه، حلقات زي كده أو حتى صوابع، يعني الأمور سهلة، الدنيا مش صعبة خالص للي ما يعرفش. وبعد ما نرصهم هننزل عليهم بالفراخ. طبعا الفراخ تستخدم اي قطع فراخ موجودة، انا كان عندي فرخة كاملة قطعتها وهستخدمها كاملة. وبعد كده هنزل عليهم بصلصة الطماطم وعليها كمان معجون طماطم وملح وفلفل ومرقة دجاج او مرقة خضار الموجود. اكتر من كده مش هنحط. وهنحط عليها كمان شوية طماطم، وانا كمان بحب شوية بقدونس، بحب طعم البقدونس يكون مطبوخ في الفرن مع الفراخ والبطاطس، هيدينا طعم حلو قوي. هننزل بشوية زيت او حتى شوية زبدة من فوق، وهنكمرها كويس قوي بالكيتشن فويل. هنقفلها كويس قوي علشان البخار كمان يساعد معانا في عملية الطبخ. هنطبخها على البوتاجاز من فوق لمدة 20-25 دقيقة حسب البوتاجاز بتاعكم، وهنشيلها. ده كان الشكل قبل ما ندخلها الفرن، تقريبا استوت او بالاحرى البطاطس استوت، لكن الفراخ لسه عايزة شوية. هندخلها الفرن برضو 15-20 دقيقة بالكتير حسب الفرن اللي عندكم. ده كان الشكل النهائي. أكلة بسيطة جدا، لكن أنا حبيت أشاركها معاكم للي ما عملهاش قبل كده أو للمبتدئين، لأن ببساطة صينية البطاطس بتعرفنا على المطبخ المصري بشكل أكبر. ده كانت نهاية الفيديو، جربوها بالهنا والشفا. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله.